بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. أهلا بيكم في قناة البطل الروماني. أنتم الآن كذلك عندكم حزن، ولكني سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. يوحنا 16:22. رسالة النهاردة من أم المعونة، أمنا العذراء مريم، أمنا الحنينة قوي على أولادها واللي بتحب دايما تفرحهم. أم النور جاية بتقولك: ابني الغالي، صدق كل شيء هيبقى تمام، وكل أمورك ربك هيدبرها ويظبطها ويخليها على أحسن حال. ما تخافش، أنا دايما بصلي لك عند ابني. ده أنا أمك اللي حاسة بيك وبكل اللي في قلبك. أنا أمك اللي بحبك وعارفة كل الظروف الصعبة اللي انت بتمر بيها والضيقة الشديدة اللي انت واقع. علشان كده أنا جاية النهاردة مخصوص علشان أطمنك وأقولك: ابني يسوع هيفرح قلبك. ده راسم ليك خطة عظيمة هتغير حياتك كلها وهتفرحك. ده هيستخدم ضيقتك اللي انت فيها دي لفرحة كبيرة وبركة عظيمة. هيفرحك زي ما فرح يوسف، زي ما رفع شأنه وعلاه هيرفع من شأنك وهيعليك. طيب افتكر كده الخطة اللي رسمها ربنا ليوسف وازاي غير له مجرى حياته كلها. ده لو كان يوسف في حضن أبوه لكان كبر يوسف وبقى مجرد راعي عادي بين اخواته ومكروه جدا وسطيهم. لكان كبر في وسط عدوانهم وحقدهم وغيرتهم وعدم محبتهم ليه. كان هيبقى مجرد إنسان عادي زيه زي أي إنسان وزي حال كتير من البشر. وكمان لما قامت المجاعة كان هيموت وسط إخواته، وهتموت عيلته بحالها وكل البلاد. لكن خطة ربنا مفيش زيها، فوق الوصف وفوق الحدود وفوق كل توقع وفكر بشري. حصل ايه؟ ربنا سمح ليوسف يترمى في البير ويتغرب ويتباع ويعيش عبد، لكن من أجل أمانته وثقته في إلهه ربنا عوضه عن كل شيء ورفعه وعلاه وجعله كمان ملك على أمة عظيمة، وأنقذ البلاد اللي حواليه من الموت ومن المجاعة. انت كمان زيه بالظبط. فكرك ربك هيسيبك ولا هيتخلى عنك، ولا الحال اللي انت فيه ده هيدوم أبدا، مستحيل. ده ربك عايزك فرحان، عايزك متهني ومبسوط. ده راسم ليك خطة عظيمة، خطة حلوة وجميلة قوي هتفرح قلبك. بس انت ثق فيه، آمن إنه قوي، آمن إنه قدير، وإن تدابيره لحياتك مفيش زيها. اعمل اللي عليك، اسعى، كمل في طريقك ومشوارك، وسيب الباقي على إلهك، وخليك أمين في القليل اللي معاك، وإلهك هيسيره بنعمته وقوته كبير قوي. خليك متأكد إن ربك لا يمكن يسيبك، لا يمكن يغزلك أو يضيع تعبك مهما كان تعبك. زي يوسف كده لما كان أمين في القليل أقاموا إلهنا القدير على أكثر بكثير. وإنت كمان حالك من حاله، ربك هيتمجد وهيشتغل معاك. وزي يوسف ما تحولت حياته بقوة إلهه من طفل مدلل ومن راعي غنم بسيط في وسط إخواته ليوسف التاني المختلف خالص
الرجل التاني لأكبر مملكة وأهم شخصية في البلاد. يوسف ما فضلش في حضن أبوه، لكن كان أبوه السماوي هو اللي محتويه، هو اللي محوط عليه بحمايته وعنايته وحفظه، هو اللي كان حضنه دايما وواخد باله منه. انت كمان فكرك انت لوحدك ولا متساب؟ لا يمكن، ده ربك قريب منك، دايما ضمك وعينه عليك. اوعى تخاف من شيء، اوعى تيأس وتحزن وتسمع لكلام عدو الخير اللي عايز يفقدك سلامك وأمانك، عايز يشككك في إلهك، في قوته وقدرته، عايز يفهمك إنك متساب ومتروك. أبدا، ربك قريب منك قوي ومعاك في كل لحظة وفي كل خطوة، دايما عينه عليك، حافظك وصاينك وراسم ليك خطة ما في زيها، ومدبر كل أمورك على أحسن حال. ما تخافش من شيء، وتقوى بإلهك، وخليك أمين في القليل اللي بين إيديك على كل وزنة ربك عطاهالك. وتأكد وخلي عندك ثقة ويقين مهما كانت ظروفك صعبة والضيقة اللي انت فيها شديدة وغير محتملة، وكل الأحداث اللي حواليك بتخوفك وبتزعجك وبتسرق سلامك. اتأكد إن ربك هيحولها كلها، أيوة، لفرح عظيم والبركة كبيرة وتعويضات ملهاش مثيل. ربك هيمسح دموعك وهيشيل عنك أحمالك وأحزانك، لأنه بيحبك ولأنك غالي قوي على قلبه. يسوع مش هيسيبك، هيفرح قلبك، واللي جاي كله معاه فرج وخير ورزق كتير وسلام وأفراح ما بتنتهيش. آمين. ربنا يفرح قلوبكم ويعطيكم سؤالكم ويملى حياتكم بالأفراح والبركة والتعويضات بشفاعة أمنا الحنونة، أمنا العذراء مريم، أم إله القدرة، وبشفاعة حبايبها الكتار قوي من الشهداء ومن القديسين وكل جيوش السمائيين، وبشفاعة الجدع سريع الندى أبو دم حامي أمير الشهداء ماري جرجس الروماني، اللي مش بيتأخر أبدا عن أي حد ينده عليه ولا يستنجد بيه ويقول له انجدني يا ماري جرجس، يجي أوام أبو حربة وينجيه. قناة البطل الروماني.